عجبك الفيديو ما تبخلش عليا باللايك، ما عجبكش الفيديو برضو ما تبخلش عليا باللايك. طيب النادي الاهلي بعد ما تعاقد مع اشرف داري ويحيى عطية الله، ان شاء الله الاثنين على النهارده بالليل بيسافروا للمغرب. ليه يا ابو السيد هم لحقوا؟ يا عم الحاج، عندهم اجنده دوليه، عندهم اجنده دوليه، هينضموا للمنتخب المغربي. تمام كده يا سيدي، تمام كده يا سيدي. طيب كوكا طلب من النادي الاهلي انه يعترف، جه له عرض من البرتغال، معلش خلوني اعترف. النادي الاهلي رافض، النادي الاهلي رافض رافض رافض. كريم الدبيس بعد ما كان جاي له عقد احتراف، خلاص كريم الدبيس لما النادي الاهلي قال له اقعد، قال لك خلاص هقعد، انا ما قداميش غير مين؟ يحيى عطية الله، انا البديل بتاعه، حد تاني لا. كريم فؤاد خلاص، علي معلول خلاص. فكريم الدبيس وافق على ايه؟ ان هو يقعد احتياطي ليحيى عطية الله. لكن احمد نبيل كوكا متمسك بالاحتراف ويمشي من النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي رفض بعد طبعا ما استطلعوا راي مارسيل كولر. مارسيل كولر رفض تماما مشيان او خروج احمد نبيل كوكا على سبيل الاحتراف. طيب النادي الاهلي عايز يعمل ميركاتو لوز اللوز. النادي الاهلي انا عايز اروح بطوله كاس العالم في ثوبها الجديد اللي هي انتر كونتيننتال، او بطوله كاس العالم 2025 اللي هي برضو بثوبها الجديد 32 فريق. انا مش عايز اروح امثل التمثيل المشرف، لا انا عايز اروح في 2025 اوصل لابعد نقطه. بقول لك بقى انا مش راح اخد البطوله، لا اوصل لابعد نقطه، ومش بعيد قوي ان انا اخد اللي هي بطوله العالم انتر كونتيننتال اللي هي هتتلعب ان شاء الله سبحانه وتعالى. النادي الاهلي هيبتدي يلعب مع العين الاماراتي او الفاز من العين الاماراتي اوكلاند سيتي في شهر اكتوبر. فالنادي الاهلي لا، النادي الاهلي عامل فريق لوز اللوز، عامل سكوات لوز اللوز. النادي الاهلي بيجيب لعيبه منتخبات، ما بيجيبش لعيبه اونطه. جاب اشرف داري، جاب يحيى عطية الله، محمد علي بن رمضان. النادي الاهلي مخلص فيه. النادي الاهلي انا بقول لك هو النادي الاهلي مخلص فيه، بس مستني يخلص من بيرسي تاو واحمد القندوسي. لا النادي الاهلي داخل في جناح مغربي مهاجم، فالنادي الاهلي مش ساكت. النادي الاهلي عايز يخش اي بطوله ياخدها. مش هستنى بقى ان اقول هكسب او لا، انا هخش الماتش اكسبه. فالنادي الاهلي الصراحه يعني عامل ميركاتو لوز اللوز، عامل ميركاتو يخوف اي فرقه. طيب محمد علي بن رمضان خلاص النهارده، يعني ايه عارف انت الرتوش الاخيره. النهارده في مباراه، النهارده الخميس في مباراه في الدوري الاوروبي مع الفريق اللي هو مش عارف ايه المجري، تخلص المباراه خلاص. محمد علي بن رمضان متفق، النادي الاهلي متفق مع الفريق المجري، النادي الاهلي متفق مع محمد علي بن رمضان. قلت لك كابتن يرجع الفيديو بتاع امبارح، قلت لك كابتن الخطيب مقفل مع محمد علي بن رمضان كل حاجه ومع الفريق المجري، بس احنا خلاص اللاعب بتاعنا، بس استنوا علينا مش هنعلن غير لما نخلص من بيرسي تاو. طب يا ابو سيد جاي له عروض؟ ايوه جاي له عروض. طب جاي له عروض منين؟ عندك الخلود السعودي وعندك الوداد المغربي. بيرسي تاو قال للنادي الاهلي لو هتمشوني اديله $500,000. يلا يا عم وانا همشي. لا النادي الاهلي قالوا لا يا عم احنا هنمشيك واللي يجي خده. مكوينه المدير الفني بتاع الوداد المغربي هيموت ويجيب بيرسي تاو، عايز بيرسي تاو، بس طبعا القيمه التسويقيه بتاع بيرسي تاو عاليه شويه، لكن لو هيروح لاعب حر ممكن بيرسي تاو يروح. مارسيل كولر خلافه مع بيرسي تاو مش خلاف فني. بيرسي تاو احسن لاعب داخل افريقيا، الخلاف مش فني. امال الخلاف ايه يا ابو السيد؟ الخلاف قلبة الوش بتاعت بيرسي تاو اقعد احتياطي يلو وشه، بيرسي تاو يتبدل وهو بيلعب اساسي يلو وشه. والراجل ما بيحبش كده، الراجل مش عايز الموضوع ده يبقى مع اللاعبين يعني كتار في النادي الاهلي في الفريق. لا انا عايز اقول لك اطلع تطلع، عايز اقول لك انزل تنزل، ما تلوش وشك خالص. ما عندك اهو محمد مجدي قفشه بينزل بيحدث الفارق، وانت يا عم بيرسي تاو لما بتنزل بتحدث الفارق، بتجيب جون، قفشه بيجيب جون، بتخلص المطوشه، الدنيا ماشيه. معنى كده ان انت مش وحش، لا انا شايلك لحته معينه هتلعب فيها، هتديني اكتر فيها. فالخلاف مش فني مع مارسيل كولر وبيرسي تاو، لا الخلاف قلبة الوش بتاعت بيرسي تاو. طب يا ابو سيد انت بتقول استقالة حسام حسن، اهدى عليا شويه وهقول لك حاضر. اهدى عليا شويه. غضب شديد جدا من الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن من وزير الرياضه، ليه؟ عشان ما قدرش يقنع الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب انه لعيبه المنتخب تنضم يوم 28 اللي هو كان امبارح. على فكره عيد ميلادي كان امبارح، اقول لك كل سنه طيب امبارح. فالاثنين زعلانين قوي. اتحاد الكوره
مش طايق الكابتن حسام حسن، رمى الفوطه. خصوصا ان هم عملوا يعني ايه، عملوا كده بيان ان مفيش حد جه غير 6 لعيبه، والحكم محدش بص على البيان ولا حد اصلا عمل اعتبار للبيان. اتحاد الكوره قال لك بركه يا جامع، يمكن تيجي الاستقاله من ناحيتهم. ده احنا كل معسكر لحسام حسن وابراهيم حسن لازم يبقى فيه مشكله، ونقعد نتحايل على الكابتن محمود الخطيب، ونتحايل على الكابتن حسين لبيب، ونتحايل على رؤساء الانديه عشان يبعتوا اللاعبين بتاعتهم بدري. ده طب على ايه؟ لا احنا هنكبر دماغنا، هنعمل نفسنا مش شايفين، هنعمل نفسنا مش شايفين. ويمكن ابراهيم حسن يطلع في احد البرامج ويقل ادبه ويعمل حكايه ويشتم هنا ويعمل هنا، وساعتها يبقى الاستقاله مفيش غيرها. امال كل شويه هنتكلم مع الكابتن محمود الخطيب. يا كابتن محمود قبل اي حاجه عملت ايه مع جوميز؟ عملت ايه في لجنه الانضباط؟ العقوبات اللي عندكم بيحرجنا، بقول لك بيحرجنا. كابتن محمود الخطيب كل ما اتصل بيحرجنا، فاحنا مش كل شويه هنتصل بالكابتن ابراهيم حسن وبالكابتن محمود الخطيب، مش كل شويه هنتصل بالكابتن محمود الخطيب، ومش كل معسكر لازم نقعد نتحايل على رؤساء الانديه. والكابتن ابراهيم حسن وحسام حسن لازم يعرفوا ان حكايه المعسكرات الطويله تعافى عليها الزمن. خلاص مفيش حد بيعمل معسكرات طويله، مفيش حد خالص. هات لي حد في العالم، هات لي يا اخي منتخب مش معروف، هات لي منتخب كده مش معروف بيعمل معسكرات طويله، مش هتلاقي، والله ما هتلاقي غير عندنا هنا عند الكابتن حسام حسن. اتحاد الكوره بيقول لك بركه يا جامع. يا عم الحاج ايه لو يمشي، احنا مستنيين بس يعني يقولوا هنقدم رسالتنا، نقول موافقين على طول. وكروسي موجود، وريناردي ده موجود اللي كان ماسك منتخب السيدات في فرنسا في الاولمبياد، والدنيا حلوه يعني والدنيا هتمشي. لكن كل شويه هنقعد نعمل بقى خناقات ونقعد نعمل صراعات على كل معسكر للمنتخب، فلا مش هينفع. بس مستنيين تكه من الكابتن ابراهيم حسن انه يطلع يتكلم ويطلع يشتم او يطلع يقول اي حاجه. طيب يا سيدي، كابتن ابراهيم عادل كان جاي له عقد من رينجر الاستوكلاندي، وكان جاي له عرض من مش عارف ابسويتش تاون الانجليزي وريفرهامبتون الانجليزي. لكن النهارده يعني فاجئتنا صحيفه ماركا الاسبانيه ان خلاص ابراهيم عادل لاعبا في ختافي الاسباني، واللاعب سيخضع للكشف الطبي. واضحه. عندي معلومه بتقول ان اللاعب تنازل عن جزء كبير من مستحقاته علشان يتم التعاقد مع ختافي الاسباني. الامور الماليه مش واضحه، الامور الماليه بتاعت الصفقه مش واضحه، محدش فاهم حاجه، لكن مش مبلغ كبير. فابراهيم عادل بقى لاعبا ان شاء الله سبحانه وتعالى يجتاز الكشف الطبي. ايوه كده، عايزين بقى كده لاعبين بقى كده في اوروبا. شايفين منتخب المغرب عامل ازاي، شايفين منتخب الجزائر عامل ازاي، شايفين منتخب تونس عامل ازاي. عايزين بقى نبقى زي الناس دي، عايزين يبقى عندنا كده 20 30 لاعب معترف. مع ان سبحان الله التجربه اثبتت اللاعبين المحليين في المنتخب هي اللي بتجيب البطولات. ولجأ على 2006 و2008 و2010 كلهم لاعبين محليين، مفيش غير 1 أو 2 هو اللاعب المحترف بره. طيب زيزو عمل بوست كده لذيذ خفيف كده بالانجليزي، معرفش هو يعني مش عارف هو بيتكلم مين بالانجليزي. هو انت عايز يعني تقول لنا ان جمهور الزمالك بيفهم انجليزي؟ افلح ان صدق، اقسم بالله ما يعرف. غير يعني طبعا في ناس بتعرف انجليزي وفي ناس ما بتعرفش اكيد يعني. فانت ليه بتنزله بالانجليزي؟ المهم يا سيدي راجل هو معاه لغات فبيعرفنا اللي هو معاه لغات. طيب كاتب لك يا عم الحاج ان هو خلاص بقى في الزمالك وهيجدد للزمالك والحكايه والروايه وانا ابن الزمالك ومش باصص للفلوس والحكايه. امال الهيصه كلها دي يا كابتن زيزو كانت حاصله ليه؟ امال انت حضرتك ليه ما وافقتش على 40 مليون جنيه وتمسكت يا سيدي بال 80 مليون جنيه خلصت الضرائب؟ انت بتتكلم في 80 مليون جنيه خلصت الضرائب. فين حب نادي الزمالك؟ اجيب لك كابتن الشناوي يقول لك حب النادي وانتماء النادي؟ اجيب لك كابتن محمد ابو تريكه يوريك حب النادي والانتماء للنادي؟ ما حدش يزايد على الجمهور، لكن جمهور الزمالك بيفرح قوي. يلا ايوه كده هو زيزو وهو ابن 100 عقبه. يا عم ده واخد 80 مليون جنيه، ده واخد 80 مليون جنيه. ده النادي الاهلي اكتر واحد بياخد فيهم لاعب محلي يا سيدي، قول 17 مليون جنيه. فيعني المهم يا سيدي التعاقد بقول لك سنه، هو زيزو في عقده سنه وهيجدد سنه كمان. وبعد كده بيقول لك نادي الزمالك هيشوف ممكن يبيعه. لو نادي الزمالك بنى فرقه كويسه ممكن يبيع احمد سيد زيزو، بس في ظل الامكانيات الموجوده نادي الزمالك لا يعرف يجيب، لا هيعرف يبني فريق ولا هيعرف يعمل اي حاجه. طيب المستشار تركي آل الشيخ وغضب المستشار تركي آل الشيخ. واحد كده كان نائب رئيس نادي الاسماعيلي اسمه محمد شيحه، طبعا انا ما اعرفوش طبعا،
ضرب كرسي في الكلوب وقال لك ان المستشار تركي آل الشيخ ما زال رئيسا لنادي بيراميدز، ما زال رئيسا لنادي بيراميدز. طيب يا عم الحاج وبعدين، وهو اللي بيدير نادي بيراميدز، طب وبعدين؟ والاستاذ سالم الشمسي يعني راجل كده في ايه، في الوش، يعني لا مؤاخذه معلش، يعني مع احترامنا الاستاذ سالم الشمسي راجل محترم وكبير، كبير مقاما طبعا، كوبري او عروسه بتتحرك. طب يا كابتن محمد شيحه، وانت مش عارف، محدش همس في ودان حضرتك؟ ها؟ لا طبعا حد، او انت عارف ان في مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب في السعوديه؟ انت عايز النادي الاهلي يقلب على مستشار تركي آل الشيخ بعد ما يعني ما الدنيا ابتدت ترجع؟ ده انا واحد ما كنتش بحب مستشار تركي آل الشيخ، بس لما لقيت حبه للنادي الاهلي باين وطاغي عليه قوي، انا حبيت المستشار تركي آل الشيخ، والله وربنا. فانت ليه عايز تعمل فتنه؟ المستشار تركي آل الشيخ حاول يقدم يعني خدمات للنادي الاهلي، عايزين اللي انت عايزينه اجيبه لكم، عايزين طياره تروحوا بيها افريقيا خاصه اجيبه لكم، عايزين مش عارف ايه. فالمستشار تركي آل الشيخ بيحاول يقدم خدمات للنادي الاهلي ويظهر حبه للنادي الاهلي اللي ظهر في مباراه الاهلي والزمالك. وجماهير النادي الاهلي نسيت المشاكل اللي بين جماهير النادي الاهلي ومستشار تركي آل الشيخ، وباين على حب المستشار تركي آل الشيخ للنادي الاهلي. طبعا انا ما اعرفش المستشار تركي آل الشيخ، محدش يقعد يقول لي طبل وصلي. لا يا عم الحاج، انا ما اعرفش حد، بس انا بتكلم لانه اقسم بالله والله انا ما كنت بحب المستشار تركي آل الشيخ بسبب اللي بيعمله في النادي الاهلي بعد بيراميدز والحاجات اللي حصلت دي. لكن بعد ما المستشار تركي آل الشيخ في مباراه الاهلي والزمالك واظهر حبه وشغفه للنادي الاهلي، لا يا عم الحاج، لا ده الراجل ده بيحب النادي الاهلي، وانا احب اللي يحب النادي الاهلي، وانا احب اللي يحب النادي الاهلي. واضحه صريحه. طب يا ابو السيد، انت عمال تقول جناح بقى مغربي وخدتنا الحته كده، حاضر اصبر عليا، تصلي على الحبيب دلوقتي وتدي لك دلوقتي. النادي الاهلي عامل ماركاتو لوز. النادي الاهلي في جناح مغربي اسمه جونس العبدون. اللاعب ده يا سيدي مواليد 2006، تحت السن، هيتقال تحت السن، محترف في النرويج. بيقول لك لاعب لوز، لاعب يعني بص ما اقولكش يعني مهارات ايه، شوط ايه، لاعب تحت السن، موهبه مغربيه. الناس في المغرب عرضوا على الكابتن محمود الخطيب ولجنه تخطيط اللاعب، تابعوه ماتش واثنين وثلاثه، عجب لجنه التخطيط ومارسيل كولر قوي. ما انت لازم تجيب لاعبين تحت السن افارقه. فالنادي الاهلي في مفاوضات دلوقتي، النادي الاهلي بيخلص دلوقتي، ما انت لازم تجيب لاعب تحت السن برضه، ولا اتنين، ولا ما انت ليك ثلاثه. بيرسي تاو خلاص ممشيه، بيرسي تاو هيمشي، فانت لازم تجيب واحد بديل. فبيرسي تاو ماشي، فالجناح المغربي ده هيبقى موجود، النادي الاهلي بيخلص فيه. واضحه اهو، سبق صحفي، النادي الاهلي بيخلص فيه. النادي الاهلي كمان دخل في مهاجم مصري اسمه موفق رامي. المهاجم ده كان بيلعب في اسبانيا، عنده كام سنه يا ابو سيد؟ عنده 19 سنه. كان بيلعب في نادي زيت، وبعد كده احترف في فرنسا، وبعد كده احترف في اسبانيا، والاهلي راح جابه فتره معايشه، وبعد كده النادي الاهلي مضى مع اللاعب. عندي معلومه ان الاثنين هيتصعدوا فريق اول، مش هينزلوا فريق الشباب. وعندي معلومه الاثنين دول لا اللوز مش زي الاثنين اللي جابهم هاني رمزي اللي هو من الفريق الاستاونتك ده، الاثنين التعبانين اصلا اللي بيقول لك ما عرفش يباص كوره، والله بيقول لك ما عرفش يباص كوره والله. فالنادي الاهلي داخل على ميركاتو لوز تحت السن وفوق السن. النادي الاهلي انا بقول لك اهو، ان شاء المولى سبحانه وتعالى هنوصل نهائي انتركونتيننتال كاب ان شاء المولى سبحانه وتعالى. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليا باللايك، واذا نسيت صلي على الحبيب صلي على النبي دلوقتي. اهم من الفيديو ومن اللي بيقول الفيديو الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.